السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نشارك معكم بالصيله ديال الحوت. انا رديت الكروفيت تسلق بورق سيدنا موسى. من بعد غادي كاينه الكرامار، كاينه الشامبينيون. انا اللي غادي نزيد اضافه ديالي هو الصدر ديال الدجاج. من بعد غادي نكمل ندوز معكم المراحل كامله ان شاء الله الرحمن الرحيم. من بعد ما سلقنا الكروفيت ديالنا غادي نصفيوه. نحطوه جانبا، وهذا الماء ديالو غادي نوضعو فيه الشعريه. من باكيات ديال الشعريه عندي واحد النص، غادي نزيدو حتى هو نص باكيه. هنا هاد الشعريه كنسلقوها في الماء ديال الكروفيت. من بعد رديت طريفات ديال الدجاج يتسلقوا بالماء والملحه ورويصات ديال الثومه. من بعد ما سلقنا الشعريه الصينيه صفيناها، كنبقاو نضربوها بالمقص بحال هكا، يعني باش تقطع مرصوات صغار. ندوزوها كامله بحال هاك. دابا انا كنقي الكروفيت، من بعد غادي نكمل معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. من بعد ما سخن الماء ديالنا وفيه ورقه ديال سيدنا موسى، غنزيدو الكالامار. غير طلع فيه الغليه وهزوه، يعني باش ما يقصعش. شي 3 دقائق 4 دقائق. هاد القشور ديال الكروفيت رديتهم في الطاوه ومخشيهم في الفران باش ييبسوا. من بعد غادي نطحنهم ونخليهم احتياط، يعني باش من نبغي ندير شي حاجه نسم بها وصافي، يعني حتى حاجه ما كتضيع. من بعد خديت الشامبينيون الاسود، درتو في الماء طايب باش يتطلق. غادي نزيدو على الشامبينيون الابيض اللي ديال العلب، وغادي نطحنهم بجوجهم، وغنضيفهم لداك الحشوه اللي عندي من قبل. العلب ديال الشامبينيون الابيض، المهم الحشوه هي موجوده، الكالامار، الكروفيت، الدجاج. من بعد غادي ندوز للشرموله. دابا الشرموله فيها الحمراء، الخرقوم ديال العود، شويه ديال السكينجبير، فيها الثومه، فيها الملح، فيها الضمه ديال الحوت، القزبر والمعدنوس كتر، عصير ديال الحامض. دابا غادي نزيد السوجه وزيت العود. غنطحن هاد العناصر كامله. من بعد كندير الزبيده وكنزيد عليها شويه زيت العود، وكنبقى نزيد ديك العناصر نشحرها. يعني دابا بحال الدجاج كنشحرو في الزويته وديك الزبيده ها هي باش كيرطب. من بعد غادي نزيد الشرموله وغادي نطفي عليه. غنديو نجيبو وغنحطو، يعني كل العناصر غتجوز بحال هكا، يعني الكروفيت، كالامار، بهاد الطريقه هذه. من بعد عاوتاني نبدات الزبيده والفيتامينيه ها هي. دابا غنزيد الكروفيت والكالامار حتى هما بنفس الطريقه كيف ما درت الدجاج.
ونزيدو الزبيده. الزبيده كتخليهم مرطبه وكتعطي واحد النكهه للبسطيله ديال الحوت. كتزيدها واحد طيبه زوينه. دابا ملي تشحر غنزيدو حتى هو الشرمونه وغنديها ونجيبها فاش من بعد ما شحرت الدجاج. من قبل انا وريته لكم كنزيد 3 الطامات ديال الفرماج، ومن بعد غادي نزيد هاد الحشوه ديال الكراميل حتى هو والكروفات سخون باش يذوب على داك باش يذوبوا هذوك الفرماجات. غير سمحوا لي راه مره كيتعكس لي التليفون. المهم دابا عاوتاني الطريقه نفس طريقه الزبده وشويه الزيت. يعني غنزيدو الشامبينيون كحل الابيض مهرمش مطحون، وخليت علبه صاينه يعني ما هرمشتهاش. من بعد حتى هو غنزيدو الشرموله. ريحه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هاد العناصر كلها ما شحرتها، هي غنزيدها على زدتها على الشعريه الصينيه وغنخلط لها العناصر كاملا. ومن بعد غادي ندقها الا كانت شي نقص من الملحه وصافي ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم انا غادي نكمل بيديا. ايوا هذا هو الشكل ديال البسطيله ديالنا. بعد ما الحشوه زدت فيها الهريسه سميتو والزعتر، عمرتها كلها في سميتو في الورقه وزدت من فوق منها الفورمه. الشكل ديالها النهائي معمره قاده يلا سلام. ديكوريتها بهذا الشكل هذا. دابا غادي نخشيها في الفران ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله. مشهيناكم نتوما مالي الخير، خيركم في داركم. تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ريحتها كتشهي تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله. هذا هو شكلها النهائي الطويبله ديالنا. معروضه عندي بنت اختي هي وراجلها. تبارك الله على خالتي حسنيه، الله يبارك فيك. هاد البسطيلات تستاهل 100,000 لايك. ديروه لها عافاكم، واللي ما تابوناش دابا في القناه يهبط دابا يتابونا ويطلع يكمل الفيديو. مرحبا بك يا يوسف. الله يبارك فيك يا خالتي، مرحبا. يعطيك الصحة. مرحبا. هود مرحبا بك هود. الله يعطيك الصحة. مرحبا بك جهاد. وراحتكم كي جاتك يا يوسف؟ الله يعطيك الصحة خالتي، والله أنا معتبرة. بالصحة. الله يعطيك الصحة والراحة. هو هذاك. شحال قولها هود؟ الله يعطيك الصحة خالتي. لذيذة. دير لايك. طفي طب نطلب سن. قدوش كي جاتك؟ غزاله الله يعطيك الصحه، بنينه والحشوه داكشي عامر. المتابعين غتضيعوا نص من حياتكم الا ما جربتوش هاد البسطيل. ما شاء الله تبارك الله بالصحة والراحة. ونهار كبير هذا انكم شاركتوا معايا هاد البسطيله. يعني انا درتها خصيصا لكم تحت الطلب ديالكم. وبصحتكم وراحتكم.